شايفين الجمال ده يا بنات؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حاجة كده تحفة. طريقة فرد آه، جديدة في الفطير وسهلة، واي حد مبتدئ يخش يعملها. شايفين الطبقات كان سخن جدا على ايدي. شايفين الطبقات كده مورقة وحلوة جدا. بسم الله ما شاء الله. حاجة كده تحفة وسهلة وبسيطة، ان شاء الله اي حد مبتدئ هيقدر يعملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. شكرا ليكم، شكرا على المتابعة. النهاردة عملنا طريقة فرد الفطير بدون زيت او بدون زبدة، باي نوع سمنة وانت ممكن يكون عندك تعمليه، وطريقة سهلة واي حد يخش المطبخ يقدر يعمل يفرد الفطير ده، يعني للمبتدئين وسهل وبسيط. هنا معانا كيلو دقيق يا بنات، عليه معلقة ملح صغيرة او رشة معلقة ملح صغيرة، و3 معالق سكر صغيرين برضو، والمية على حسب نوع الدقيق بتاعك اللي بتستخدميه، وتشوفي قوام العجينة يعني كده. مبعيرش الصراحة المية بمقدار، لان هنا على حسب نوع الدقيق اللي انا بستعمله. نوع الدقيق اللي انا بستعمله دقيق فينو فاخر متعدد الاستخدامات، يا بتاع المخبوزات يعني. هو يعني نوع الدقيق ده اللي بستعمل كده على طول. بيكون معايا حلو يعني وكده. مبدئيا كده هاخد المية واحدة واحدة عشان المية متكترش معايا والعجينة تبقى سايلة. يعني باخد كده، بضيع المية واخد تاني، يعني بعجن كده عجن حلو. هلم كده الدقيق بالمية لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنت هنا بصوا عجنتها كده عجنة حلوة، بس لسه ده في مراحل للعجين. عجنتها كده عجنة حلوة وكانت ملزقة، بصوا في ايدي عجينة حلوة مش جاسية كده طرية. هاخد معلقة زيت وهدهن بيها العجينة، وهسيبها ترتاح حوالي 3 دقايق 4 دقايق، يعني ايه على حسب. يعني هسيبها بصوا 4 دقايق معايا ترتاح عشان هعجنها تاني. فاهمين يا بنات؟ انا كده عجنتها، لميت الدقيق بالمية، وبعد كده هسيبها ترتاح 5 دقايق، او قصدي 3 دقايق، من 3 دقايق ل4 دقايق، وهغطيها كده بكيس عشان ما تشققش منك. وبعد كده هرجع اعجن تاني. تمام تمام. اللي وصل لحد هنا في الفيديو يكمل، عشان دي طريقة فرد سهلة وبسيطة، ممكن اي حد يعملها في الفطير. لو ما عندكيش برضو الفرن الصاج او البوتاجاز، عندك فرن المطبخ الكهرباء برضو عملته النهاردة، سويته عليها طلع تحفة. بص بعد كده اهو سبتها ارتاحت 4 دقايق. فضلت اعجن كده فيها. بص كان ملمس العجينة ناعم، والعجينة ارتاحت معايا وبتاخد وتدي حلوة جدا. يعني بس انا في الفرد برضو هتبان، بص بتمط معايا. انا كنت بلف في الفطير كأني بلف في قماشة كده، طرية حلوة معايا. تمام تمام. بصوا هنا قوام العجينة حلو جدا، كان عجبني جدا. انا بحب اعجن المخبوزات، لان بحب مرحلة العجن دي، بوصل بتكون ناعمة في ايدي كده وحلوة. وده كانت كمية يعني قليلة، حوالي كيلو بس دقيق، عشان اللي حابب يعمل يعني. طلعوا فطرتين معي حلوين، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني تحفة. كنت كده خلصت العجينة. ممكن انتي طبعا عشان لأول مرة عايزة تعملي او كده، ممكن تقطع الكورة دي. الكيلو دقيق ممكن تعمليه 3 كور. انا عملته معاكم كورتين، طلعوا معايا فطرتين كور. بصوا بوريكم ملمس العجينة ناعم معايا كده، وبيتمط زي اللبانة، وبتفرد معايا حلو. هقطعهم يا بنات كده كورتين بس. انتوا ممكن تعمليهم 3 كور على حسب ما يعني تقدر تفردي معاكي العجينة. انا فردتها صينية ووسعتها كده بطول الصينية. ماشي كده.
هجيب الصينية هدهنها زيت اللي انا هحط عليها الكور، هدهنها كده زيت، وبعد كده هقطعها كورتين بس مش 3. يعني لو انت عايزة تعمليهم 3 مفيش اي مشكلة، برضو هيطلع معاكي 3 فطيرات حلوين. عشان انا يعني ايه فردت، عملت الفطيرة كبيرة، بحبها يعني كبيرة كده وعالية. هنا لقيت الفطيرة دي صغيرة يعني مش قد بعض، خدتها معايا كده قطعة تاني وهعملها ايه فطيرة. يعني هما الاتنين نفس المقاس. كده هكور التانية بنفس الطريقة، هتسويها كده وهتسويها من تحت، وهدهنهم زيت وهسيبهم يرتاحوا ساعة، او ممكن لو مستعجلة نص ساعة برضو حلو على حسب نوع الدقيق. هدهنهم زيت واغطيهم برضو بالكيس، وعليهم لو انت عايزة تغطيهم بكيس او فوطة تغطيهم كويس عشان ما يشجكش معايا. تحط على الوش كده ايوه زيت، وبعد كده يا بنات ايه تغطيها بكيس وتسيبيها ترتاح معاكي. المرحلة دي مهمة جدا عشان مرحلة الفرد، هنسيبهم يرتاحوا من ساعة لنص ساعة. هنا كانت حسيت ان دي كبيرة عندي فاخدت حتة وحطها ايه معاها ولا كأني وفردت وعادي جدا. كده هغطيهم وهسيبهم ايه يرتاحوا معانا ساعة. لما العجين بيريح معايا بفرد حلو جدا. يعني عملت اكلة تاني عقبال ما ارتاحوا كده وبديت اعمل فيها. بصوا جبت الصينية بتاعتي دي الكبيرة، اسمها صينية ألمونيا بتاعت العشاء، عندنا احنا بتتسمى كده صينية عشاء كده، او عندك رخامة او طبلية المتاح عندك هتفرد عليه ان شاء الله. جبت كده الصينية ودهنتها زيت، اهم حاجة تدهنيها زيت عشان لما نفرد مع بعض. بصوا كده الكورة لما ارتاحت معايا بتتفرد معايا بسرعة، وكان العجين معايا سهل جدا وسلس كده وطرية معايا. باخد كده على فكرة انا يعني دهنت العجينة زيت وبفرد على زيت، بس بحط من فوق سمنة، اي نوع سمنة موجودة عندك ولا اي مشكلة عندك، بلدي سمنة عادي الموجود متاح عندك يعني ممكن تعملي بيه. كده هفرد معايا، تفردي في الحواف كده لحد ما اوسع بيها كده الصينية كلها. ولو عايزة تهوي من تحت كده زي ما انا بعمل عادي برضو، تمسك الفطيرة وتهويها كده من تحت هتتفرد معاكي بكل سهولة. طالما مريحة العجينة حلو جدا هيفرد معاكي. العجين ده على فكرة فيه عرج برضو عشان كده بيمط معايا وكده. فانا عشان بقول لكم ان انا ريحته ساعة بعد العجن، خد معايا ساعة كاملة تريح عشان اعرف افرد الفطيرة. بفرد كده بصوا بسم الله ما شاء الله العجينة حلوة وناجحة معايا، اما تلاقيها كده منفخة معاكي وداخل فيها الهواء كده يبقى انتي كده ماشية صح. بفضل افرد كده معايا لحد ما اوسع كده الصينية كلها كده، واهوي من تحت. باخد كده واهوي من تحت. لو انت ما تعرفيش تعملي الحركة دي برضو عادي. بصوا لما العجينة مرتاحة معايا يا بنات كأني بفرد في حتة قماشة مش في عجينة. حاجة اللهم بارك اللهم بارك، يعني بسم الله ما شاء الله طلعوا معانا فطرتين حلوين جدا. واللي وصل معايا لحد هنا يكمل ويشاهد الفيديو عشان المشاهدات مفيش خالص عندي الصراحة الايام دي على القناة، وانا كنت تعبانة فما عملتش فيديوهات كتيرة. وبعد كده لما بغيب واعمل فيديو بنزله بلاقي المشاهدة ضعيفة بحبط جدا والله العظيم، مع اني بتعب في الفيديو وبزعل جدا. معلش يعني اللي شاهد الفيديو كمل الاخر ويكتب له كومنت حلو يشجعني ويدعي لي ان شاء الله بصلاح الحال، وان ربنا يشفيني ويعافيني ويعافي كل حد يا رب ان شاء الله. بصوا هنقطعها كده بعد ما اوسعها بوسة الصينية، هقطعها شرايح صغيرة وهخلي واحدة كبيرة عشان الكبيرة دي اللي هلم بيها في الاخر الفطير. يعني مش اظن مفيش اسهل من كده معايا
بصوا قطعتها كده شرايح رفيعة، وخليت الكبيرة دي اللي في النص هلم بيها اخر حاجة. سهلة جدا، طريقة حلوة وسهلة، اي حد ممكن يعملها. التصوير كان هنا ظالمني، كان فيها النور مش النور كان قاطع يا بنات، يعني كنت مشغلة كشاف الصراحة، فالإضاءة كانت مش حلوة. مش عارفة ايه حكاية النور ده، مش ناوي يخلص، الله المستعان. بص كده انا بفرد بال بفرد كده، بوسعها تاني يعني عشان تلمي معاك. باخد كده احط اللي عملتها الاول والفها كده على بعضها، اللور يعني رول. ايوه كده اهو، سهله. باخد كده معاكي اهو، سهله جدا جدا، وما تخافيش من اي حاجه، هتطلع معاكي مورقه وحلوه جدا. بس اهم حاجه تدهني سمنه عشان الطبقات وكده. اللي هي الكبيره دي اللي انتوا شايفينها، هي دي اللي هخليها في الاخر هلم بيها. بص هاخد بالشريحه كده وهفرد، اوسع 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 كده. بص بسم الله ما شاء الله، العجينه معايا زي الملبن، تحفه تحفه. اوسع كده واحط اللي انا عملته في الاول والفها كده على بعض. اظن مفيش اسهل من كده، ولا يعني هتفردي بايدك وهتقطعيها كده بالقطعة البيتزا او بالسكينة برضو، هيمشي معاكي الموضوع زي الفل. اهم حاجة ما نخافش بنات، العجين مفيش اسهل منه بصراحة، حلو جدا. لازم تجربي اي حاجة مرة في مرة هتتعلمي، والله ما تخافوش من من موضوع العجن او اي نوع مخبوزات. يعني محدش اتولد متعلم يعني، كلنا بنتعلم من بعض، اتعلمنا من اهالينا طبعا، وكل واحد بيضيف من عنده تركاية، ولا عنده وصفة، او عنده اي حاجة زيادة بيعملها، وفي الاخر كلنا بنتعلم ونستفاد من بعضنا. بصوا كده انا باخد واوسع، باخد واوسع، ما تخافيش هيطلع معاك كله ده، مش هيبان، هيتحط في اخر واحدة هيطلع زي الفل. انا العجينة كانت حلوة معايا زي اللبانة كده، بفرد كأني بفرد في قماشة. بصوا يا بنات، منظر تحفة، اللهم بارك، يعني حلوين جدا. وطلع معايا في التسوية، انا سويته على الفرن الكهرباء، ما سويتوش على الفرن اللي هي بتاعتنا الصاج يعني، كل مرة بسويه تحت في الفرن، بس النهاردة عملته على الفرن الكهرباء، وطلع معايا زي الفل فوق وتحت، بسم الله ما شاء الله، حلو جدا. هحطه كده في الصينية وهغطيه برضو بكيس، وهسيبه كده يرتاح. وبعد كده عشان افرد، اما اسيبه برضو يرتاح بعد ما بعمل الطريقة دي، بيفرد معايا بسم الله ما شاء الله، حلو جدا، ما يلمش معايا تاني. ده كانت تاني كورة اللي هي الفطيرة التانية، كانت ارتاحت جدا جدا وبتفرد معايا بسهولة. باخد سمنة كده وبفرد، تاخدي من جوه لبره، من جوه لبره بنات، يعني تاخدي من النص كده وتطلعي لبره، تاخدي من النص وتطلعي لبره، وكده بالراحة كده على العجينة عشان متقطعش معاكي. وتفردي كده الحواف يعني، وتشدي بسم الله ما شاء الله، يعني طلعت معانا تحفة. واللي أول مرة يشوفني، دي قناتي فيها روتينات يعني، طبخ وخبيز وكده، كل اللي انتوا عايزينه طبعا. ويا رب تستفادوا من الفيديوهات. واللي يشوف أول مرة القناة، قناة أم محمد الصوت، دعموني كده باللايك بالله عليكم، والاشتراك في القناة فضلا طبعا وليس أمرا، وشاهدوا لنا الفيديو، واكتبوا لي كده كومنت يشجعني ان شاء الله. وان شاء الله هكمل معاكم باذن الله، عشان ده محتوايا انا بحبه، واي حد بيحب حاجة ان شاء الله هيكمل فيها. بس انا الفترة اللي فاتت دي كنت تعبانة جدا، وبصراحة يعني كنت تعبانة، والمشاهدات خلتني احبطت شوية. ان شاء الله هكمل معاكم يعني،
بصوا هي الاكل بنعمله كل يوم وكل حاجة في البيت وكل يوم روتينات شكل يعني. بس المشكلة في التصوير والمونتاج والحاجات دي يا بنات بتكون صعبة بجد. لما انا كنت بتفرج على الفيديوهات وبشوفها عادي يعني، بس لما دخلت في المجال ده يعني بصور ومنتج متعب جدا بجد اقسم بالله. وخصوصا ما تكوني وحدك مش معاكي حد، يعني الاولاد في المدرسة وبيذاكروا طبعا، ربنا يساعدهم ويساعد كل الاولاد اللي في الدراسة واهاليهم، يا رب يعيننا جميعا. فبيكون الموضوع صعب شوية. فياريت يا ريت اللي يشوفوا الفيديو يشاهدوا ويحطوا اللايك ويدعمنا ان شاء الله بالاشتراك والمشاهدة واللايك والكومنت الحلو بإذن الله. هنا كنت فردت كده الفطيرة التانية برضه هقطعها بنفس الطريقة. بصوا هقطعها شرايح واخلي واحدة كبيرة هلم بيها الموضوع كله. بصوا خليت الكبيرة دي خالص هلم بيها. كان ممكن اعملها على 2 برضو، بس يعني انا حبيت اوسعها اكتر والم بيها باقي الفطيرة يعني. اهو باخد كده وافرد، سهلة جدا. بصوا كأني بفرش في قماشة، بسم الله ما شاء الله يعني. بصوا يا بنات، بصوا يعني الموضوع يتحدث عن نفسه. بصوا انا بفرد كأني بفرد في حاجة سلسة سهلة جدا معايا يعني. بسم الله ما شاء الله شايفين، وباخد كده وبتلم معايا ولا بتكلكع. وبسم الله ما شاء الله، لان العجينة معجونة كويس الاول حاجة وارتاحت، وبعد كده السمنة والطبقات كده عليها. بصوا انا كنت عشان ما اطولش الفيديو عليكم عملت ايه، رحت عملت كل الطبقات، واخر واحدة اللي انا وريتها لكم دي هلم بيها. زي ما انتوا شايفين بوسع ولم. بسم الله ما شاء الله العجينة شفافة طبعا انتوا شايفين، حلوة جدا بسم الله ما شاء الله يعني. بلم اهو كده حاجة تحفة، الله اكبر الله اكبر. بحطها في الصينية زي ما قلت لكم، بغطيها الكيس واسيبها تريح معانا. وطلعوا حبة فطير زي ما انتوا شفتوا كده، اللهم بارك يعني، حاجة حلوة جدا. كنت هنا بفرد الفطيرة الاولى اللي ارتاحت، احط لها كده سمنة تاني على الوش، بفردها عشان ندخلها الفرن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اهو كده ما تخافيش تفردي فيها كده. زي ما بقول لكم النهارده الفينو ده او الدقيق كان فينو فاخر، فيه عرق يعني ايه، بياخد ويدي برضه مهما ريح فيه برضه ايه فيه عرق. النوع ده اللي انا بستخدمه يعني. بفرد كده والسمنة من فوق. هي كانت عايزة ترتاح شوية بس انا فردت على طول. وبعد كده رحت دخلتها الفرن. هنا بصوا المنظر، كانت جبت معنا. بصوا الفطيرة كانت لسه داخلة في السوا، اللون بتاعها دخل بدأ يتغير. بصوا جبت واتنفخت بسم الله ما شاء الله يعني، حلوة جدا. ده في الفرن بتاع المطبخ، فرن الكهرباء يعني حلو جدا. بعد ما طلع حطيت كده معلقة سمنة بلدي تدهني بيها الوش كده بالفرشة، وهحط كيس هغطاها بكيس وفوطة 5 دقايق بس كده، وافتحي هتلاقي اختراع وحاجة بسم الله ما شاء الله زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. اللهم بارك يعني. بصوا فوق وتحت زي بعضيه، واللون كده هادي واصفر، لون هادي كده حلو يعني، حاجة تفتح النفس. بسم الله ما شاء الله جربيها وان شاء الله مش هتندموا وهتشكرينا على الطريقة السهلة وبسيطة. اهم حاجة تنفذي الخطوات تبقى معاكي زي الفل كده. بوريكم ان انا غطيتها بكيس والفوطة عليها صينية كمان عشان تطلع حلوة معاكم. بسم الله ما شاء الله حلوة جدا.
بص الشكل الشكل يتحدث عن نفسه وهوريكم دلوقتي الطبقات وحاجة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني بالهنا والشفا للي أكل يعني، وبالهنا والشفا ليه. اهو بصوا كده، كانت برضو لسه سخنة، بس حبيت اوريها لكم برضو عشان الولاد كانوا مستعجلين عايزين ياكلوا طبعا. مش قادرة امسكها سخنة. بصوا التوريجات كده، المنظر حلو يا بنات، طعم حلو جدا كده، مسكر وحلو. بسم الله ما شاء الله، طبعا حلو جدا. بالهنا والشفا ليكم ولله أكل يا رب، وشكرا على المتابعة.